النهاردة هحكي لكم عن وائل جمعة. والله الصخرة اللي لو الكرة عدت منه المهاجم ما يعديش، مفيش حد بيعدي. تعالوا بينا نعرف حكايته. وائل جمعة اتولد سنة 1975 في المحلة الكبرى. زي اي عيل صغير كان بيجري في الشارع وبيشوط الكورة في الحيطان، بس الفرق انه من بدري باين عليه انه هيفضل مدافع. بدأ مع غزل المحلة، لعب مع المحلة سنين لحد ما الأهلي قال لهم هاتوا الصخرة ده عندنا. أول ما لبس الفانيلا الحمراء خلاص الهجوم بتاع الفرق التانية بقى بيشوف كوابيس. الراجل ده ما كانش بيكتفي انه يطلع كورة، لا بيطلع الكورة وياخد المهاجم معاه هدية. وائل جمعة مع الأهلي جاب كل البطولات اللي تتخيلها، دوري كاس افريقيا السوبر كله. وكان اي مهاجم يقرب من الجون يلاقي وائل جمعة طالع له ويقول رايح فين، هنا مفيش دخول. نيجي بقى للمنتخب. وائل جمعة كان جزء من اعظم جيل شافته مصر، خدنا معاه 3 افريقيا ورا بعض، 2006 2008 2010. كان بيطلع الكرة من تحت رجل المهاجمين وهو بيضحك، تقول عليه ايه ده، كان بيرقص المهاجمين من غير ما يلمسهم. الكرة عالية اوعى تفكر انها هتعدي، وائل جمعة كان بيطير في الهوا زي النسر. بعد ما اعتزل الراجل ما شافش الكورة، فضل شغال جوه الاهلي مدير كرة، وكان بيحاول ينقل الروح دي للعيبة. كانت حكاية وائل جمعة الصخرة، الراجل اللي خلى الدفاع في مصر له هيبة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك عشان تشوف قصص تانية للعيبة كبار. وهتنسى الهجوم بيكسب ماتش، لكن الدفاع بيكسب بطولات.